هاتي نص كوبايه من الرز المصري المغسول المتصفي وحطيه في قلب الحله، انزلي عليه باربع كوبايات من الميه وارفعيهم على النار. اول ما يبدا يستوي بالطريقه ديت كده هتلاقيه بقى معاكي تمام قوي. خدي منه كده حوالي مغرفه كبيره واركنيها على جنب. هنزل كده بقى بلتر من الحليب، وطبعا الحليب دوت سايب من عند اللبان، غلياه وركناه كده على جنب. وكمان معايا كوبايه من السكر، احنا هنعمل احلى واطعم رز بلبن طعمه خطير. معايا بقى كوبايه من الحليب في قلب الكبه او الخلاط، وهنزل بالرز اللي احنا شلناه. وطبعا هنزل هنا بقى بحوالي كده معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريمه، وكمان كيس من الفانيليا، واضربهم مع بعض كويس جدا. والخليط دوت بقى بعد ما اضربه كده كويس بالطريقه ديت هنزله بقى على الحله اللي على النار. عايزه اقولك ده احلى واطعم رز بلبن ممكن تدوقيه، طعمه خطير جدا ولذيذ. في المرحله ديت خلاص كده الرز بدأ اللي هو يغلي معايا على النار، وكمان السكر داب. هنزل بالخليط واديله تقلبتين واستنى لحد ما النشا تستوي معايا، وبعد كده هغرفه. عايزه اقولك ده احلى واطعم رز بلبن هتعمليه. يلا بسرعه اعمليه بنفس الطريقه، وكمان ما تنسيش تشيري الوصفه عشان الكل يستفيد. بصي بقى هبدأ اللي انا اغرفه في الاطباق وهستنى عليه يبرد تماما، بعد كده هدخله التلاجة. طعمه كريمي وخطير زي ما انت شايفة كده. يلا قومي بسرعة اعمليه.